هلو هلو، معاكم مريم نبيل. حياتنا عاملة زي البازل، بنحتاج نجمعها عشان نشوف الصورة أوضح. الجوكر بيكون في أول الكوتشينة وآخر الكوتشينة، يعني بيكون مع الورق كله. احنا ممكن نكون الجوكر واحنا مش عارفين. ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده في بازل مع أحمد أيمن. ازيك يا أحمد، عامل ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. البازل بتاعت حياتك كانت متلخبطة، قولي ازاي قدرت ترتبها وتعرف اللي انت عايزه. يا جد ده اشمعنى مش متلخبطه. انا كنت بجمع سيفيهات، بقى مثلا 30 40 سي في، وانزل ال 90 ده كله تجمع، اخد البنوك من اولها لاخرها. يعني هتحط السي في احط بتاعك. سي في. يعني بص، اوكي. وانا في فتره الصيف، اول لما قبل لما الاجازه تبتدي كنت اعمل كده، واخد ارمي كل السي فيهات دي في كل البنوك، مم. اي شركه اي بنك. كنت اخش كده ليه يا حبيبي؟ انت متخرج؟ طب ده فترة، ده الانترنشيب بقى وتدريب الصيفي، ما اقرا انا عايز احط، ممكن تكلموني؟ مم. طبعا محدش كان بيكلمني. مم. فكنت بقى اخش كده على لينكد ان، موظف ايه ده، ماركتنج سبيشالست، قدم مودريتور، قدم تقدم على أي حاجة. اي حاجه في ايجنسي، الحته اللي انا الحته بتاعتي. مم. قبل لما اخش الايجنسي جالي شركه ريال استيت ديفلوبر، مطور مم. عقاري. مم. الاتنين جم في نفس اليوم. انا عملت الانترفيو يوم الثلاث الساعه 9 الصبح مم. في شركه العقارات، الساعه 3 العصر في الايجنسي، اوكي. وكنا داخلين على رمضان. مم. والاتنين انا مش عايز اخسرهم، انا كنت لسه دخلت القطاع العقاري وفاهم، ما فيش فاهم ايه هو ولا فاهم، وانا وعاوز الايجنسي. مم. اتقابلت في الاتنين، واتقابلت في القطاع العقاري مش عشان سواد عيوني خالص. انا رحت، طب بتعرف تعمل كذا كذا كذا؟ اه. طب بتعرف تعمل ديزاين؟ اه. اوكي، الحاجة اللي اتعلمتها في الأول الحاجه شغل اللي زمان التنفيذ. اتقالت لي انا اتعلم اي حاجه وكنت بتريق عليها، هي اللي خلتني اخش مم. القطاع اللي هو الحمد لله دلوقتي ليا اسمي. مم. الاثنين كانوا في نفس الشهر، كانت رمضان. أنا فاكر رمضان 2021، الاثنين في نفس الشهر. الاثنين لازم انا مش عايز اخسر حاجه فيهم. ده فين الشركة دي؟ شركه الريال ريل استيت استيت. كانت في مصر الجديده، اوكي، كانت في كنت السليم. بتقبض كام بقى أول مرة؟ الريال استيت كنت باخد 4. والشركة اللي قبليها كنت بتاخد ايجنسي كام؟ كنت الايجنسي كنت باخد 6. سوري، الكاستمر سيرفيس كنت باخد 6. اوكي. يعني خدت والايجنسي أقل؟ خدت اقل، ليه؟ عشان انا مش حابب المكان اللي انا فيه. مش اوكي. مش الناس او الوضع بس، انا مش لاقي نفسي هنا. انا لو فضلت هنا خلاص هتطبع، مم. هتشكل. وكنت لسه صغير، يعني كنت يعني 20 كنت سنة. موافق برقم أقل حتى كنت المسافة موافق، بعيدة وانت كنت موافق برقم اقل مم. ومسافة بعيدة. والانقح اللي انت كنت بتنزلي، اللي انا كنت لسه هقوله لك، انا عايز اقارن بين الاثنين، مش عايز اخسر حاجة فيهم. مم. فكنت بنزل الايجنسي الصبح في رمضان من 8 ل 3، من 8 ل 4، ومن 8 بالليل ل 12 في مصر الجديدة. الاتنين؟ كنت بنزل الاثنين. اوكي. ما هو انا مش عايز اخسر حاجة فيهم، انا عايز اعمل كومبيرنج. مم. انا اول مرة اخش القطاع العقاري ومش فاهم اي حاجة. اشتغلت في ايجنسي بس ما كانش عندي خبرة. وعايز اقول لك حاجة، بتاعت مم. اكتوبر اقرب لي نص ساعة من بيتي، مرتب أكتر. كانت 5500. مم. ريال استيت كان 4، 4 ونص، حاجة مسافة زي أبعد. كده، مسافة ابعد. هلك. القطاع العقاري على قد ما هو حلو للي بيحبه، على قد ما هو انت هتشتغل فيه، هتشتغل يعني هتشتغل. مم. اول مره تتحط بقى في مريم، في مم. كوربريت، باقسام، بمدير مالي، اتش ار، كيان. بكيان. انت رايحه كيان، انت عايزه تبيني اللي هو انت ايه العيل. انا اتقال لي كده ايه العيل الصغير اللي انت جايبه. مم. انت كنت رايحه هذا ميديا باير، جونيور ميديا باير وديزاين. وصلت لإيه بقى؟ الحمد لله. بعد ما كان بعد العيد، ها. انا حبيت القطاع العقاري. انا مش عايز اقول لك برضو اللي هو من سواد عيوني تمسكوا بيا، لا تمسكوا بيا عشان انت بتعرف تعمل حاجات. وبعدين؟ وانا بسيب الايجنسي انا مرتبي عالي ل7. اوكي. يعني انا الفاوندر بتاع الايجنسي قال لي طب على الفلوس هزود لك مرتبك 7. مم. كل ده من الاكسبيرينس اللي انا خدتها في الايجنسي اللي قعدت فيها سنتين، اللي كنت بتعلم فيها اي حاجه، اوكي. اي حاجه بخش اتعلمها. طب بما ان انت يومك كان مشغول كده في الوقت دوت، صحابك، الناس اللي ده ما حواليك، كانش ما, اهلك، ما كانش كان ايه بقى علاقتكم ببعض في الوقت ده؟ ما فيش. يا دوب الو كل يوم الجمعه، ده لو مره مرتين. كل يعني حتى مرة في الشهر دي كان بيبقى كتير، ممكن اوكي. أقعد 6 شهور 7 شهور ما أشوفش أصحابي. مم. أنا في شغل بس. الشهر اللي اشتغلت كومبيرنج كنت بشوف والدي وأنا صاحي، أول لما أصحى وأنا رايح الإيجنسي وعلى الفطار، مم. بس ما كنتش بشوفه. بعد ما دخلت القطاع العقاري لا، الحمد لله أثبتت نفسي.
اثبتت نفسك مش هقول لك بسعي، بمرمطه. إمم. انا ما كانش في حد معلمني حاجه. إمم. كنت يا دوب كورس كده، وما كانش معايا فلوس ان انا ابدا اخد الكورسز اللي بجد، إمم. اللي هو في الاماكن اللي لها اسم، مع الاشخاص اللي هو هيديك، مش هيديك الزتونه بس هيديك اللاين اللي انت هتمشي عليه في المجال دوت. إمم. بس فالحمد لله قعدت في اول ريل استيت ديفلوبر دي، كانت سنه ونص او سنه، كنت داخل في السنتين. إمم. الانترفيو التاني شركه الريل استيت التانيه، انا كنت رايح عشان اعرف سعري، انا مش رايح على انترفيو أوكي. اصلا. أوكي. عالي أكيد. انت عليتي، انت مش رايحه الانترفيو، والله انا رايح اعرف سعري كام دلوقتي في السوق، إمم. واعرف سعري كام في السوق دوت عن طريق مرمطه كنت اتمرمطتها في السنتين دول. إمم. يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا كنت مثلا انا باجي بعمل زي كامبين، فانا كنت بعملها بيزك قوي، اللي هو اليوتيوب اللي احنا بنتفرج عليه، التوتوريال اللي نخش نجيبها. بس لا، انا عايز اعمل اماونت، انا عايز اعمل بروفيت للمكان اللي انا فيه. طب أنت وصلت لإيه دلوقتي؟ لا الحمد لله انا وصلت دلوقتي اللي هو اسمي الى حد ما الحمد لله مسمع الsalary كبر، علاقتك جدا. باللي حواليك بقت عاملة إزاي طب؟ برضه لسه مش اسهل حاجه، عشان بص انت حاطه الناس اجباري قلّت؟ جدا. أوكي، عشان ما استحملوش فكرة إن أنت طول الوقت مش حوار ما استحملوش، انت كمان انت مش عندك وقت، أوكي. انت مش عندك وقت اساسا. أوكي. مش جمدان وانا اجمد واحد في العالم ولا اي حاجه، بس انت فعلا انت مش عندك وقت. إمم. فأنت إيه؟ ركّزت في حياتك انا ركزت العملية أوي. في الشغل اكتر، يعني تقدري أوكي. تقولي كده اتجوزت الشغل. إمم. اه والله أيوه. الى أيوه. الان. اتعلمت ازاي؟ انت كنت، يعني انا كنت بعمل حاجه شحاته شويه. إمم. انا مثلا اخش على الديفلوبر الكبار او البروكريج الكبار، اشوف مين هو الماركتنج مانجر بتاعهم، اخش على لينكد ان، إمم. اخش على البيبل او الناس اللي في الشركه، اجيب الماركتنج مانجر او السينيور ميديا باير، اخش اجيبه على، بعد كده اخد الاسم ريسيرش عليه في الفيسبوك، اجيبه أوكي. واخش اكلمه. اللي كنت هخش داخل شحاته، إمم. شحاته اللي هو الحقني انا الكامبين مخيشه مني، وده كان كامبين والمدير هيسيبني وراه في داهيه. في ناس كانت في بتيجي معاك؟ 70% منهم ما كانش بيرد، بس ال 30% اللي ردوا creative الحركة دي. ها؟ ال 30% اللي ردوا لا، انا نقلني. لو انا كنت هاخد كورس مثلا 10 20,000 جنيه دوت، انا فتحت سبرنت. انت إمم. خدت الزتونه بقى من الناس. إمم. طب عايزة أسألك سؤال، إيه اللي اتغيّر في أحمد من زمان لحد دلوقتي في شخصيته عرفت هو؟ قيمه نفسك، أوكي. بس عرفت قيمه نفسك. إمم. عرفت ان انت شخص، لا انت شخص مش هقول لك لا يستهان به، بس شخص لا ليه قيمه كبيره في عيون الناس. وإيه اللي اتغيّر جواك في شخصيتك، في طريقتك، في معاملتك بالناس اللي حواليك؟ بقيت اهدى، أوكي. بقيت بتحمل مسؤوليه، عشان عرفت أنت عايز إيه. بس إمم. بقيتي اهدى. عارفه لما بيقولوا ايه، ركزت إمم. ثقتك بنفسك اتغيّرت؟ جدا أوكي. 360 درجه. لو في مليون هقولها. إمم. انا كنت اخش اخاف كده، اخش اتكلم اما يجي كو فاوندر او مديري او اي حد يجي يكلمني، كنت ركبي بتخبط في بعض. هو عايز ايه؟ طب انا عارف. دلوقتي؟ تعال اتفضل يا باشا، تعال نتكلم. اه والله تعالى نتكلم حلو عادي، التغيير ده. تعالى نتكلم. أوكي. انت ما عملتش نتائج، لا تعالى انا صارف كذا وجايب لك كذا، آه. انا عامل كذا. بس فهي هي دي اللي اتغير. آه ممكن نقول برضو بقيتي تبص للحاجة بعين تالتة. إمم. والله العظيم مش فلسفة، بس بقيت تبص لها بمنظور تالت، مش تاني ولا تالت خالص. يعني أنا فاكر في حاجات أقسم بالله العظيم كنت باصلي وبادعي ربنا بالدموع نوّلها لي وما خدتهاش. أنا باحمد ربنا دلوقتي اللي هو الحمد لله أيوه. اللي أنت ما عارفة اديتهاليش، الإحساس ده كويس. الحمد لله اللي أنت ما اديتهاليش. عشان أنت اكتشفت نفسك دلوقتي خلاص. أنا اكتشفت اللي أنا لو كنت خدت الline اللي أنا نفسي فيه، وكنت إمم. باحارب وباسعى وادور هنا واخد انترنشيب هنا وادوحر هنا واشوف واسطه هنا. انا احمد ربنا ان هو انا بس ما أنت وصلتش. دلوقتي حاسس إن أنت مبسوط إن أنت وصلت لده؟ الى الان، الى اللحظه دي انا راضي. لقيت نفسك؟ لقيت نفسي أوكي. وراضي إمم. جدا. يعني وعايز اقول لك اللي هو ربنا كرمني كرم. انا اقسم بالله العظيم ما باجي بتكلم مع والدي بقول له انا عمري ما كنت اتخيل ان انا اوصل للليفل ده. الحمد انت لله. كنت، بص هقول لك حاجه، انا عمري ما كنت اتخيل ان انا اخش مكان حاجه تعجبني اجيبها، ما ابصش على السعر. طبعا دلوقتي بتبص على السعر، بس كومبيرنج بزمان بزمان الموضوع لأ اتغيّر. أوكي. خالص. عمرِك ما كنتِ تتخيلي إن أنتِ مثلًا كل يوم، يعني مثلًا
تخرجي مرتين 3 في الاسبوع. بس أنت عملت المجهود اللي يوصّلك للنجاح ده. إلى الآن الحمد لله، إمم. وتوفيق يعني بُصّي، لو هنقيسها بجد فضل ربنا، الحمد لله. توفيق دعاء أبويا وsupport ليّا واجتهاد أكيد. بسيط أوي مني، أكيد. بس. برافو. قُل لي بقى في وسط كل الزحمة دي كنت مرتبط والّا لأ، وهي قدرت تستحمل والّا ما كمّلتش؟ هو هيبقى متشعّب السؤال ده شوية. أوكي. أنتِ كنتِ فاكرة اللي هو عيش العصفورة يكفّينا ولقمة بالحب تقضّينا والجو اهم. اللهبل، لأ، ما بتحسبش كده. أوكي. ماشي، هو الحب حلو بيبقى في مشاعر، المشاعر ديّة بتخلّي الطرفين يتغاضوا عن حاجات كتيرة أوي، بس هو مش حُب. إمم. كنت فاكر نَفْسي إن أنا باحب 4 سنين بتوع الجامعة، إمم. وفي الآخر اتقال لأ مش عايزاك تتحسب عليّا واحد. إمم. ده عشان اللخبطة اللي كنت فيها؟ ما أنتيش أوكي. عارفة عايزة إيه أنتِ، ودي على فكرة مش بالوم الشخص ده أيوه فاهمة. خالص. إمم. هي ربنا ييسّر لها في حياتها، يا رب. هي بني آدمة كويسة، إمم. ربنا يكرمها أيًا كانت هي فين دلوقتي. طب وبعد كده ما فيش حد دخل؟ الحمد لله، عارفة دوّة بقى اللي أوكي. هو بيقول لِك إيه، أنتِ كنتِ قافلة يعني 100 باب، أنتِ عارفة آه. الtrack اللي أنتِ هتمشي فيه وكنتِ on track فشخ وتمام والدنيا لذيذة، في حد كده بيخش لِك وسط الزحمة ديّة، أنتِ مش فاهمة أي حاجة، هو أنتِ جيتِ منين يا حاجة؟ إمم. هو كده. المشكلة إن أنا كنت داخل، أنا داخل باستلطف إمم. بالمعنى الحرفي، إمم. بنت لطيفة، جميلة، حلوة جدًا، أنتِ داخلة بقى تروّشي، إمم. أنا ال أنا اللي اتروّش عليَّ. شِلته. أيوه. اللي اتروّش عليَّ وخلاص. ها. لأ، الحمد لله موجودة still. حلو. ربنا قدرت يخلّيها لي. تستحمل بقى اللخبطة اللي كانت بتحصل بُصّي، هي السنين مثلًا لو اللي فاتوا دول؟ بجد لو حد ليه فضل عليّا في المكان اللي أنا فيه ده، أقسم بالله العظيم بعد أبويا إمم. هي حلو. استحملتني. أنا شخص لا أُطاق، إمم. شخص بجد لا أُطاق، إمم. عصبي، مودي لأبعد الحدود، شغلي بيمثّل لي 99.9 و9 من مليون في حياتي، إمم. وضغط الشغل أحيانًا بيطلع عليها. طب وكنتم بتقدروا تخرجوا وتتعاملوا وكده والّا لأ؟ هي اللي كانت بتخرّجني أساسًا، إمم. هي اللي خلّتني شخص اللي هو بدل لمّا أقعد في القوقعة بتاعتي دي، لأ هي اللي خرّجتني. إمم. تعالَ ننزل، تعالَ نتكلم، تعالَ نروح. إمم. أنا فاكر اللي هي والله فعلًا إحنا ما كناش بنعرف نخرج مثلًا كتير، كنا بنخرج مرّة، مرّتين في الشهر، والخروجة بتاعتنا إيه، اللي هو أنت بنجيب أي حاجة من أي عصير آيس كريم. عصير، 2 والله فعلًا 2 قصب أو 2 ليمون بالنعناع يوم ما نبقى upgrade ونلف والله نلف في جميل. الزمالك أو التحرير وشكرًا، وناخد ميكروباص ونتكل على الله ونروّح. آه. كنت لسه في بدايتي ما عملتش أي حاجة. أنا باقول لِك لو حد فضله عليّا بعد أبويا ربنا يخلّيها لك. هي، يا رب. إمم. لأ هي صاحبة فضل كبير، استحملت، عصبية، طب ضغط. وهنفرح إمتى؟ قريب إن شاء الله والله، قريب أوي بإذن الله. ماشي هاشوف. طيب لو حد متلخبط زي ما أنت كنت متلخبط في وقت من الأوقات وبتعمل حاجات كتير ومش عارف تقرر أنت عايز إيه، ممكن تقول له إيه عشان يوصل للي هو عاوزه أو بُصّي، يحدد يعني؟ أنا مقتنع إن أنا مش الشخص الكامل اللي أنا أنصحه، إمم. أو مش لسه عندي الexperience اللي هو العمرية أو العملية اللي أنا أنصح شاب في سني هو ممكن يكون أحسن مني قدّام، لو إمم. هو بس خد الtrack الصح. بس هاقول لِك خلاصة تجارب عملية آه. مرئية أو مسموعة من الغير. أوكي. يعني هات آخرك في حاجة، يعني بالبلدي كده خلّيك صنايعي، إمم. خلّيك أسطى في يبقى حرفتك، واخدها من تحت. خُدها من تحت، خلّيك أسطى في حرفتك. هو اللي بيبقى مش عارف كل حاجة عمومًا هو اللي هو بينجح. اللي بيروح، بس في الآخر اتعلمت كذا حاجة، امسك line هاته للآخر، جِبته للآخر أنت زي ما بنقول كده تقعد فعلًا، مش كلام يعني كان زمان بيقولوا لنا اتعب وأنت صغير هترتاح وأنت كبير، ونيجي نتكلم أنا وأصحابي أو الولاد اللي في سني، يا عم هنرتاح ليه؟ مش لا هترتاح والله، إمم. هترتاح يا باشا، هترتاح أوي، هتبقى قاعد في أتخنها corporate أنا باخد الرقم الفلاني، أوكي. أنا باخش لأ أنت بتاخد الرقم الفلاني، لأ أنا باخد عشان 1، 2، 3، 4 إمم. عشان الknowledge عشان الupgrade اللي أنا هاعمله لكم في الشركة أو الcorporate هتتكلم بثقة، إمم. الoffers هي اللي هتجري وراك مش أنت اللي هتجري وراها، أوكي. بس. أنا مبسوطة يا أحمد إن أنت جيت جدًا الله بجد، يخليكِ، باشكرك، وأنا ميرسي. والله مبسوط. شكرًا. ساعات كتير الpuzzle بتكون متلخبطة وما بتتجمّعش، بس لو حاولت مرّة و2 أكيد هتعرف تجمّعها وساعتها الصورة هتكون أوضح.